السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد مسعد. مبدئيا كده أعزائي الرايقين، عايز أخد رأيكم في زاوية التصوير والخلفية الجديدة والشغل الجديد ده، محتاج فعلا والله آرائكم في التعليقات. بعد كده احنا هنتكلم النهاردة عن ساعة من براند إكس إنوفا، وهي الساعة الإسلامية الكيو 10 من براند إكس إنوفا. الساعة دي طبعا فيها شوية أوبشنات حلوين كده، تعالوا نتكلم عنها وعن تفاصيلها ومميزاتها عيوبها ونعرف الكلام في الساعة دي على إيه. بس قبل ما نبدا الفيديو، عايز الرايق لايك للفيديو ده، ولو عجبك المحتوى اشترك في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا ده شكل كرتونه الساعه الاكس انوفا الكيو 10، وزي ما اتفقنا ان هي ساعه اسلاميه، حتى الكرتونه شكلها اسلامي كده بالزخرفه، وفي ظهر الكرتونه حاطين لك مسجد وشويه معلومات كده. وتعالوا بقى نفتح الكرتونه علشان نتعرف على محتوياتها. وكمان الساعه بتيجي باللون السيلفر، يعني هو موضح لك، دي حاجه جميله جدا، وانا بحترم الساعه بصراحه اللي بتوضح لك كل حاجه. الساعه باللون الشامبين، معاها ستراب اورنج وستراب اسود وستراب اوف وايت او رصاصي. تعالوا كده نفتح الكرتونه ونبص على المحتويات. بسم الله. اول ما بنفتح الكرتونه طبعا بيظهر لنا المانوال، او بنلاقي اول حاجه المانوال. بعد كده بقى الثلاث استرابات بشكل بارز كده. وعايز اقول لك ان مبدئيا اميز حاجه في الساعه دي، او من اميز الحاجات في الساعه دي، الثلاث استرابات بتوعها. واحد باللون الاورنج، خامته محترمه جدا. والتاني باللون البلاك، برضو خامته كويسه وفيه تشبيحه كده، شايفين؟ مش عارف واضحه في الكاميرا ولا لا، بص كده. اما التالت فهو باللون الرصاصي، زي ما اتفقنا، رصاصي غامق برضو، تحفه جدا، والتضليع اللي فيه برضو محترمه. وبعد كده عندك الشاحن الوايرلس الماجنتيك. بعد كده بقى بنشوف الساعه بتاعتنا باللون الشامبين. طيب هنا مفيش حاجه؟ لا مفيش حاجه. دي بقى الساعه بتاعتنا. تعالوا نشيل كده من عليها الغلافه. ده طبعا اللون الشامبين او اللون السيلفر بتاع الساعه. طبعا لوك الاستراب، 4 مسامير في الظهر. الساعه بمقاس 49، عليها سكرينه، جاي عليها سكرينه لو ملاحظين كده، سكرينه جيلاتين زي اللي بتيجي على الموبايلات كده اول ما بتفتحها من الكرتونه. الناحيه اليمين في السكرول، والسكرول زي ما انت شايف ليه ايه؟ ليه صوت، تمام. والزرار اللي تحت السكرول اللي بينهم المايك، فتحات التهويه، السبيكر في الناحيه الشمال، الزرار ده. الساعه كمان في منها اللون الاسود، تابعنا على اليوتيوب او على الفيسبوك عشان هينزل له ريل صغير كده يوضح اللون الاسود بتفاصيله. الساعه طبعا بتفتح بالزرار اللي تحت مش الزرار اللي فوق. لو ضغطنا عليه ضغطه طويله زي ما احنا شايفين، بتفتح بشعار اكس انوفا، وبتفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو ملاحظين، دي فتحه الاكس 80. كنا راجعنا برضو من شهر كده من نفس البراند ساعه اسمها اكس 80 الترا 2، فيها كل اللغات طبعا. تعالوا نختار اللغه العربي، تمام، لغتنا الجميله. الخطوه التاليه طبعا هنا لو انت عايز تنزل برنامج او تربط على البرنامج، الخطوه اللي بعد كده نربط بعد شويه، تمام. بعد كده نخش على الخطوه اللي بعد كده، وبتفتح بالشكل الجميل جدا على خلفيه المسجد الجامده جدا اللي انت شايفها قدامك دي. طبعا احنا لو لفينا السكرول بغير خلفيات، وبرده كلها برده تحس ان هي خلفيات اسلاميه. بص كده، بسم الله ما شاء الله، يعني بصراحه بص كده، شويه خلفيات حلوين قوي 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 في الساعه. كساعه كده لطفلك ولا حاجه، تنبهه بالاذكار، تنبهه بالصلاه، فهي مميزه وممتازه جدا. طيب عرفنا ان الساعه بمقاس 49 الالترا بتاعت ابل، وتصميمها حلو جدا، الوانها حلوه جدا، خامتها حلوه جدا، تمام. بعد كده شاشه الساعه هكلمك عنها شويه. الشاشه محترمه يا جماعه، شايفين الالوان وتشبع الالوان؟ بص كده، حتى انا قلت لك في الخلفيات من شويه، بص كده، حتى في الحقيقه الوانها احسن من كده وواضحه عن كده. يعني كمان السطوع بتاعها حلو. وعندك كمان في حاجه، التاتش بتاعها لذيذ، التاتش بتاعها خفيف، بص كده. والشاشه هنا من نوع اسمه تي اف تي. تي اف تي ده اعلى من الاي بي اس، ويكاد يكون شبه الاميلود. هو مش اميلود بنسبه 100%، بس يكاد يكون شبه الاميلود. ده بالنسبه لموضوع الشاشه. وبرده ملاحظ ان هي حوافها قليله. عايز اجيب لك خلفيه بيضاء كده، بص حوافها قليله برده، تمام تمام. تعالى بقى لو سحبنا من فوق كده، هنلاقي الشورت منيو فيها شويه تفاصيل حلوه، زي البلوتوث، زي انك تقدر تعمل الساعه صامت او اهتزاز او ما تطلعش صوت خالص. هنا وضع الصلاه، عندك هنا ضربات القلب، الخطوات، تقفل الساعه بباسورد، الاله الحاسبه. ولو عملت ايديت كده تقدر تضيف شويه حاجات حلوين زي الاولوز اون ديسبلاي، التحكم في الملفات الموسيقيه، الكشاف، الاعدادات. بعد كده تمام، لو رجعنا تاني وسحبنا من الجنب اليمين، هيجيب لك هنا، بص هي ساعه اسلاميه. طبعا القبله، طبعا القبله يا جماعه، القبله اتجاهها كده، بص كده. طبعا انا كده مش رابطها بالموبايل اصلا، يعني لسه برضو الحاجات دي هتتظبط لما نربطها بالموبايل. عندك السبحه، زي ما قلت لك ان هي ساعه اسلاميه. عندك السبحه، عندك بعد كده تقدر تضيف اي حاجه انت عايزها. نرجع تاني، تمام، نرجع تاني. ولو سحبنا من الجنب الشمال، عندك برضو شورت منيو بسيطه كده فيها الطقس بقى والتاريخ والوقت والاله الحاسبه والاعدادات والمكالمات. طيب لو سحبنا من تحت،
برضو منيو بتظهر لك فيها الميوزك، الساعه، برضو شويه حاجات تقدر تظبطهم، كل ده تقدر تظبطه. الزرار اللي تحت ده بقى يا حبايبي لو دوست عليه كده بيقفل لك الساعه، او بيخليك تشغل وضع الاذن بلاي اللي هنشغله ونشوفه دلوقتي. طيب، والزرار اللي في الجنب الشمال ده بيدخلك على اعدادات المفاتيح، اللي هي تقدر تخصص ده يعمل ايه، تقدر تخصص يعمل ايه. تمام. السكرول طبعا بيدخلك على الابلكيشن او البرامج بتاعت الساعه. ندوس عليه دوستين علشان خاطر نجيب القايمه بالطول علشان نعرف نشرح عليها. طيب مبدئيا يا جماعه، بعد ما ربطنا الساعه بالبرنامج واستخدمناها شويه حلوين، تعالى اقول لك بقى اللي احنا اكتشفناه في الساعه دي. اولا هي بتشتغل ببرنامج اسمه الفيت براي، والبرنامج ده برنامج اسلامي معمول خصيصا للساعه، وهو برنامج بالعربي، مش هتعاني ومش هنحتاج ان احنا نشرحه خالص. يعني مش هنحتاج ان احنا نشرحه، هو كل حاجه فيه بالعربي، مش هيزعلك. واهم حاجه فيه ان انت عندك الخلفيات كلها ببلاش، مش هتدفع فيها جنيه. مجرد ما تنزل الخلفيه هتروح على الساعه بالشكل اللي انت شايفه ده، على كده نفتح وراحت على الساعه. مش هتدفع في الخلفيات دي فلوس اطلاقا، ودي اميز حاجه في البرنامج. وشويه خلفيات بصراحه مصروف عليهم ومتكلف عليهم شويه حلوين بصراحه، عاجبني قوي قوي قوي. وتقدر برضو تضيف خلفيه انت عايزها، تظبط الخلفيه وتظبط الوانها، اللي انت عايزه كله، تظبط مكان الساعه، كل حاجه في البرنامج بسيطه وسهل. ده بالنسبه للبرنامج. تعال بقى ندخل على التطبيقات بتاعه الساعه نفسها. اول حاجه عندك اتصال، عندك سجل المكالمات والاسماء، وعندك تقدر تطلب اي رقم انت عايزه من الساعه. طيب نرجع تاني، برضو عندك بره الاسماء، وزي ما قلت لك هنا تقدر تضيف 50 اسم على الساعه، بتشيل معاك لحد 50 اسم. وسجل المكالمات، وعندك الرسائل اللي هي الاشعارات. وتعالى اكلمك شويه عن الاشعارات. عندك بتجيب اشعارات الفيسبوك، الماسنجر، تليجرام، كل حاجه. ولو دخلنا على اي اشعار كده زي ما انت شايف، اللغه العربي واضحه وسليمه، مش مقطعه ولا في اي مشكله، وجالك تاريخ الاشعار ووقت الاشعار والاسم او اسم الشخص اللي بعت لك الاشعار. ده بالنسبه لاشعارات الواتساب. واشعارات الفيسبوك نفس الكلام، تمام، تفاعل كذا مع كذا، بعت لك رساله كذا كده يعني. ده بالنسبه للاشعارات. اشعارات كلها بتيجي واضحه، الفيسبوك بيجي لوحده، الواتساب بيجي لوحده، الماسنجر، التليجرام، مش هتعاني في موضوع الاشعارات ده. بعد كده عندك الاوضاع الرياضيه. الاوضاع الرياضيه كلها متوفره على الساعه. يعني مش عارف البولينج ده وانت بتلعب بولينج هتعمل ايه، بس ما علينا. تمام، فيها كل حاجه حرفيا، كل حاجه. والانيميشن بتاعها حلو ومحترم. قلنا الشاشه هنا بتدعم، يعني الانيميشن بتاعها كويس، بتدعم شويه اوبشنات حلوين. تمام، في كل الاوضاع الرياضيه. عدد الخطوات، مراقبه النوم، ده وضع اللي هو وضع النوم، انا عايزك تلغيه عشان ده لو فعلته بيلغي حاجات كتير جدا في الساعه. بعد كده عندك التذكيرات، اقعد، اقف، اشرب ميه، الحاجات دي. بعد كده عندك معدل ضربات القلب، ضغط الدم، الاكسجين في الدم، الكاميرا، تقدر تتحكم في الكاميرا من البرنامج هنا، وتتحكم في الكاميرا من الساعه. الموسيقى، ودي بتقدر تتحكم في الموسيقى اللي على الموبايل نفسه، تشغل، تقدم، تروح، تيجي، ده عادي خالص. تمام. طيب بعد كده تبحث عن الموبايل. لو انت ضغطت هنا كده، بص كده الموبايل بتاعنا عامل صوت. تمام. وزي ما انت شايف بالمره ده صوت الساعه. صوت الساعه، ثانيه واحده يبطل بس، يقف. خلاص يا عم الحاج، خلاص وقف الحمد لله. ده صوت الساعه يا جماعه. صوت الساعه برضو عالي وواضح في المكالمات، مش محتاج ان انا اجربه لك. خلاص احنا اتعودنا لحاجه اكس انوفا كلها الصوت فيها كويس. بعد كده عندك الطقس، شرب الميه انها تذكرك انك تشرب كل شويه، ساعه التوقف، ستوب واتش، الاله الحاسبه. هنا الاله الحاسبه برضو فيها كل حاجه وارقامها واضحه. طيب بعد كده عندك الانتظار، تمام، ده اللي هو انذار، ده المنبه. بعد كده عندك الاعداد، هنخش فيها دلوقتي. اسلوب القائمه، النمط بتاع القائمه، الفيرجن بتاع الساعه. عندك رمز الكيو ار كود عشان تنزل البرنامج. اعاده الضبط، سيري او جوجل، مساعد جوجل. اختبار التنفس، تمام. درجه الحراره، الكشاف، ده كشاف برضو لو انت في مكان فيه ضلمه. الشاشه مفتوحه دايما، تمام، دي برضو لو انت عايز تفضل الشاشه مفتوحه على الخلفيه. عندك البوصله، عندك ضغط الميه، عندك بقى الحاجات المهمه. الصلاه، تقدر تظبط مواقيت الصلاه وتظبطها من البرنامج زي ما قلت لك. بعد كده عندك القبله، اتجاه القبله. بعد كده عندك التسابيح، تقدر تسبح، والاذكار، وتغير حلو فيها شويه اوبشنات حلوين بصراحه. ولو رجعنا تاني كده ودخلنا على الاعدادات عشان نشرحها برضو بالمره، عندك البلوتوث لازم تكون مفعله علشان المكالمات. عندك الشاشه مفتوحه دايما. عندك هنا دي تخلي الوضع الاهتزاز او تلغيه. عندك الجزيره الذكيه، دي برضو تفعلها او تلغيها. ودي لو فعلناها يا جماعه وطلعنا بره خالص كده، بص عندك رساله جايه لك اهيت،
على الشاشه. دي وظيفه الجزيره الذكيه. عندك قرص الرد ده، بص حتى هو جايب لك علامه الايماءات اهيت، ان هي لو انت ماسك ايدك كده في الساعه ولابس الساعه هنا وجالك مكالمه تعمل كده ترد على المكالمه. بعد كده عندك اعدادات المفاتيح، زي ما قلت لك تخصص المفاتيح اليمين والشمال. السطوع، سطوع الشاشه، وتقدر تظبط مهله فتحان الشاشه لحد 60 ثانيه، ودي برده مهله كويسه لمده ساعه، يعني 60 دقيقه اسف. توصيل الهاتف بالساعه. بعد كده عندك وضع المصباح جنب السرير، تمام. لو انت عايز تعمل الساعه يبقى شكلها حلو كده جنب السرير وانت نايم الساعه يعني. لغه الساعه، تعمل كلمه مرور. معلومات عن الشاشه، ده وضع الاولوز اون ديسبلاي، تقدر تفعله كده وتقدر تخليه يشتغل 5 دقائق 10 دقائق لحد برده 60 دقيقه. وضع الاولوز اون ديسبلاي. ومكالمه الطوارئ، وانك تقفل الساعه او تعملها اعاده تشغيل او تعملها اعاده ضبط مصنع. بصراحه يا جماعه حلوه الساعه مقارنه بسعرها. جوده الشاشه كويسه، جوده الصوت كويسه، بتشيل معاك 50 اسم، فيها نظام ال 12 ساعه، خلفيات ببلاش. عندك كمان الاوضاع الاسلاميه كلها، زي اتجاه القبله، زي مثلا التسابيح، زي ان هي بترن او بتفكرك بالصلوات والاذكار. فدي برضه هي موجهه للزون ده، يعني الحته دي، يعني برضه بتجيب لك الاشعارات. اتصالها بالموبايل مستقر، فيها اولوز اون ديسبلاي ارقام، وفيها اولوز اون ديسبلاي عقارب. فالساعه هنا فيها كل الحاجات اللي انت محتاجها، ما اعتقدش ان انت هتحتاج حاجه اكتر من كده. وعايز اقول لك كمان ان صوتها في المكالمات مميز. احنا بس الوقت متاخر، مش عارف ارن على حد ولا حد يرن عليا عشان اجرب مكالمات، وكان لازم اعمل الفيديو. بس انا الساعه جربتها قبل ما اعمل الفيديو ده بيوم، تمام. المكالمات فيها مميزه وممتازه جدا. وكمان عندك البطاريه، من اروع الحاجات اللي فيها بصراحه البطاريه. وزي ما قلت لك احنا هننزل فيديوهات تانية، وممكن تلاقي اللينكات بتاعتها تحت الفيديو ده، للون الاسود ولون الساعه واحنا لابسينها في الايد. وبرده لو في حاجه جديده هننزل بيها فيديو ان شاء الله على صفحه الفيسبوك وعلى قناه اليوتيوب. تاكد ان انت متابعنا عشان يوصلك كل جديد، واشوفك في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.